كام فكره هتستغلوها في الفيديو ده. الفيديو ده جامد جدا جدا جدا. لو مشيتوا على الفكرات الكام فكره اللي انا قلتها لكم، جميل يعني اكتر من 20 فكره، بس فكره احن من اختها. لو مشيتي عليها هتوفري توفير جامد جدا لرمضان بطرق عبقريه سهله جدا جدا جدا. حبايب قلبي ما تنسونيش، انا ماما لومي، كوبايه شاي مع لومي. بس بالله عليكم قبل اي حاجه صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وشيروا الفيديو لحبايبكم علشان الكل يستفيد. ما تنسونيش باللايك، بالله عليكم ما تنسونيش باللايك حبايب قلبي. تذاكر توفير رمضان ان شاء الله خطه هتوفري عليها. هنمشي بكذا بند هنعمله مع بعض، هتوفر معاكي. احنا دلوقتي في اخر رجب، هتمشي بيها بافكار جميله جدا جدا، هتمشي بيها ان شاء الله علشان تستعدي لشهر الخير شهر رمضان. ايه هي الخطه دي يا ماما لومي؟ بس ما تنسوش تشيروا الفيديو لكل حبايبكم عشان الكل يستفيد. وانا كوبايه شاي مع لومي، انا ماما لومي. ما تنسوش في اللايك وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لازم تخططي للوقت عشان عبادة رمضان. ما هو مش رمضان بس صيام وأكل وتحويش وشرب وهيصة وبتاع، لا. رمضان لازم تخصصي وقت للعبادة، تخصصي وقت لقراءة القرآن، لازم تخصصي وقت ان انت تزكي وان انت تقري ورد وان انت تقري استعداد لرمضان بكل حاجات الجميلة. مش بس هو أكل وشرب وبس، لا، حاجاته حلوة قوي. لازم تقرأ القرآن، ولازم تختمي القرآن، ولازم الورد تقريه، ولازم التراويح تصليها، ولازم كل الصلاة تصليها في وقتها علشان ربنا يكرمنا. لان ضغط الخير وما بيجيش الا مره واحده في السنه وبيجري بسرعه بسرعه. تبدا الخطه لازم الاستعداد الروحي. ايه هو الاستعداد الروحي؟ احنا دلوقتي في شهر شعبان جاي، احنا بنصوم اثنين وخميس. بتاهلي نفسك ان انت تبداي الصيام، بتاهلي نفسك ان العطش ورغم ان احنا في الشتاء دلوقتي ما فيش عطش ولا اي حاجه من دي، فبتاهلي نفسك ان انت تقري في المصحف، ان انت بتاهلي نفسك ان انت بتصلي صلاه القيام الليل، وبتصلي البتاع دوت الشفع والوتر، بتقري المصحف وبتختميه. كل ده ايه ده؟ هو ده الروحي اللي احنا بنأهل نفسنا علشان نصوم رمضان ونخش على رمضان بالخير والبركه ان شاء الله. اعملي علبه بقى دلوقتي علشان تشيلي فيها اي مبلغ، اي مبلغ، انا ما بقولكيش لا 10 ولا 5، اي مبلغ تشيليه علشان تفطري بيها الصايم. ايه رايكم في الفكره دي؟ مش جميله بالذمه؟ اول فكره ديت تقولوا لي بقى. انا عندي فكره العلبه يا ماما لومي اللي هي بتاعت ان احنا نشيل فيها اي مبلغ عشان نفطر الصايم. احلى حاجه تعمليها جميله جدا. حتى لو ما عملتيش علبه، ابدأي بقى كده ايه، اعملي وجبه زياده معاك وانت بتطبخي. طلعي وجبه زياده علشان تعمليها تديها لاي حد. ده احنا لسه ما بدأناش في حكايه التوفير. اصبروا بس وهوريكم الجبال. اصل الفيديو ده جامد جدا جدا جدا، وانا عشان مستعجله بالله عليكم ما تنسوش تدعوا لي عشان مستعجله وعايزه اوصل لكم الفكره، فانا بتكلم بسرعه. بس بالله عليكم تدعوا لي، لان انا الغده، انتوا عارفين الغده تعباني وبتعالج منها بقالي 3 سنين يعتبر، ومش عارفه وخايفه لما اروح اعمل التحليل تكون عاليه لانها تعبانه.